وصلت قافلة الصمود لمحاولة فك حصار غزة إلى معبر رأس الجدير الذي يقع بين الحدود التونسية الليبية اليوم الثلاثاء بمشاركة أكثر من 1700 شخص من بينهم 140 جزائرياً، بالإضافة إلى مغربي واحد وموريتاني. وفق إذاعة موزاييك التونسية، تضم القافلة بتنظيم من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، والتي انطلقت أمس الاثنين من تونس العاصمة مرورا بسوسة وصفاقس وحسي عمر وبن قردان، أكثر من 100 سيارة و18 حافلة، وكان في استقبالها أعداد كبيرة من التونسيين للتعبير عن مساندتهم وتشجيع المشاركين. من جانبه، أكد وائل نوار عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والمتحدث الرسمي باسم قافلة الصمود البرية أن القافلة أنهت اليوم المرحلة الأولى من الرحلة على الأراضي التونسية، وتنطلق إثرها المرحلة الثانية على الأراضي الليبية في اتجاه معبر سلوم على الحدود الليبية المصرية ثم القاهرة ثم معبر رفح. وأضاف نوار أنه تم التنسيق مع السلطات الليبية عبر المنظمات والشخصيات الشريكة، وأنه لا يتوقع حدوث أي إشكاليات على الحدود التونسية الليبية. وتندرج قافلة الصمود ضمن تحرك دولي يعرف بGlobal March to Cause، تضم نشطاء ومنظمات من 32 دولة، وتهدف لكسر الحصار على قطاع غزة عبر التوجه برا إلى معبر رفح. وكانت التنسيقية قد نظمت الأحد الماضي مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل للإعلان عن تفاصيل القافلة التي وصفها أحد منسقي القافلة صلاح الدين المصري في تصريحه لموزاييك بالقافلة التونسية الليبية الجزائرية المغربية الموريتانية، والتي تعبر عن إرادة شعوب المغرب العربي في مساندة الشعب الفلسطيني ورغبته في فك الحصار على قطاع غزة. وأضاف أن الشعب التونسي أثبت تمسكه بأم القضايا، مؤكداً على أن المواطنين ما زالوا يتصلون إلى الآن لمحاولة الالتحاق بالقافلة، متوقعاً مشاركة 2000 تونسي حسب إمكانيات القافلة، ذلك أن الذين سجلوا في قائمات الراغبين تجاوز 10,000. وقالت اللجنة في منشور على صفحتها على منصة فيسبوك اليوم إن النشطاء على متن مادلين يواصلون الإبحار رغم التهديدات، حاملين رسالة العالم إلى المحاصرين في قطاع غزة تقول: أنتم لستم وحدكم.